معكم عايدة على لالا فاطمة. شكرا جزيلا. أغنية من كلمات ولحن أنس العراقي، توزيع حمزة الغازي. هذا ماشي أول تعاون معاهم طبعا. واللي مشى 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 وقلت معليش، والتاني غدار ما يستاهلنيش. أغنية الفكرة ديالها بسيطة، كتهضر على علاقات، تجارب اللي الواحد كيدوز منهم. يعني وحدة مثلا ولا تقدر تكون ماشي زعما ضروري وحدة، تقدر تكون واحد، تقدر تكون حتى علاقات ديال صداقة أو أي حاجة. الأول مثلا ما كيصدق كيتخلى عليك ولا شي حاجة، الثاني غدار، الثالث اللي كيصحاب لك غيكون هو اللي زعما أحسن منهم تصدق هو اللي مكمل عليك. أغنية فيها شوية ديال power strong، زعما personality اللي صافي خلات موراها كلشي وغادي تبدل حياتها وغادي تدوز وما غاديش يأثر عليها هذاك الشيء. والحمد لله كانت الأصداء زوينة من عند الناس، عجباتهم الأغنية بزاف. ان ستيل اللي جديد عليا، عمري ما غنيت بحالو، وهو اقرب ستيل ليا. بزاف ديال الناس قالوا لي اول مره كنحسب باغنيه كتشبه ليك، كتشبه شخصيتك، جات وحتى مع صوتي جات هي هذيك. دونك فرحانه بزاف بهذا العمل هذا، ومن اقرب الاغاني ليا. لا فيريتي ماشي زعما بالضبط، ما كلنا بيان سور دزنا من تجارب، شي حد اللي غدرك، شي حد اللي ما صدقش معاك مزيان كما تنقولوا. مي بالضبط يعني بحال هكا لا، ولكن هي تتهضر على كلشي. اي حد يقدر يغنيها، اللي دايز من هاد التجربه ولا حتى اللي ما دايزش بالتجربه ضروري يدوز منها في الحياه. ماشي ضروري، لا. انا لحد الان الاغاني اللي عجبوني وعجبني يعني الستيل ديالهم وكلمات ولحن وكل شيء، صدقوا دايرين بحال هكا. يعني هذه هي المواضيع ديالهم. ماشي ضروري، بالعكس نقدر نغني حتى اغاني رومانسيه، اغاني اللي كتهضر على لامور ولا على مواضيع كومبليتلي زعما ديفرنت على لي ريلاسيون، على هذا. دونك ماشي ضروري دايما تبقى تغني على نفس الموضوع، ودايما الامباورمنت ديال المرأة وتكون ضد الراجل وهذا. لا، هذه مواضيع جات صدفة وموجهة للناس اللي عاشوا هاد التجارب هذه، وصافي. الفنان في الاخر كيغني حاجه اللي يقدر يكون اي حد عايشها، ماشي ضروري يكون عنده يعني موضوع دائما كيغني على نفس يعني نفس الفكره. التمثيل في الحقيقه تطرح عليا هذا السؤال هذا بزاف، ودائما في الحقيقه الفكره كانت عندي ديما، وكنت متحمسه ليها واحد الوقت، وجاوني عروض وكل شيء، ولكن ما كملش هذوك العروض اللي كانوا جاوني. ولكن دابا ملي بديت كندير الكليبات، جاني بان التمثيل ماشي ساهل. يعني غير باش تعطي هذيك ليكسبرسيون بوجهك ديال داك الموقف اللي انت فيه، ماشي سهله. عاد خاصك تكون الا جيتي تمثل، خاصك تكون حافظ سكريبت، خاصك تكون تعطيهم التعبير هو هذاك، و سي ديفيسيل في الحقيقه. وانا كنبغي شي حاجه الا كنت غنديرها نديرها زعما نديرها مزيان، ما كنتش متطفله على المجال. ولكن الله اعلم، يمكن في المستقبل نتحسن شويه مع الكليبات نولي كنعرف نمثل شويه، ما تعرفي. شي حاجه اللي زوينه بالعكس، اللي عنده هاد الموهبه هادي، علاش لا؟ بالعكس شي حاجه اللي زوينه، واخا يكون كيغني بغى يزيد حتى التمثيل. دونك شي حاجه اللي مزيانه. وبزاف ديال الفنانين اللي كيغنيو ديجا ودخلوا للتمثيل توفقوا في التمثيل، منهم ابتسام تيسكات، ممثله رائعه. شكون اخر كيغني عاوتاني وجرب التمثيل؟ زهير بهاوي، حتى هو كان عجبني بزاف الدور ديالو. المهم بزاف ديال الاسماء اللي يعني توفقوا في هذه التجربه ديال التمثيل. سي بيان، بالعكس. كاين بزاف ديال الفنانين اللي نبغي ندير معاهم ديو الصراحه. في المغرب عندنا ما شاء الله بزاف ديال الفنانين ناجحين، وبزاف ديال الفنانين موهوبين وعندهم ما يتقال، ونتشرف انني ندير معاهم بيان سور ديو. فكر نعطيك اسم واحد. نبغي ندير ان ديو مع نبغي ندير ان ديو مع زهير بهاوي، كيعجبني لو ستيل ديالو في الاغاني بزاف.
وي صديق ديالي زهير بزاف ديما تيعاوني في الأغاني اللي تنخدم عليها. أغنية سندريلا هو اللي كان الإشراف الموسيقي كلّه ديالو. جيبوه ليا حتى هي لا ميم شوز. ف ويعني حتى الأغاني ديالو حليلوين وفيهم واحد لا توش ديالته خاصة به وتيعجبني داك لو ستيل. أنا يمكن بعيد عليا شوية ولكن نبغي يعني يكون عندي معاه duo. هذيك بعدا من كلمات يونس آدم ولحن محمد رفاعي، تنوجه لهم تحية. مبدعين بجوجهم تبارك الله عليهم. و جات يعني تقترحت عليا الأغنية وسمعتها عجبتني. أنا يعني ما كنتش كنشوف راسي نقدر نغني الشعبي، يعني الأغاني الشعبية، ولكن قلت علاش لا نجرب. أغنية زويونة في مودرن و ميم طون فيها هاديك لاطوش المغربية الشعبية وسورتو الجملة اللي كتقول جيبوه ليا جيبوه ليا. بحال المعروفة يخوي بسطامو عليا. دونك بزاف ديال الناس رجعاتهم لهاد الأغنية هادي والحمد لله عجبات الناس. كيعجبني الشعبي بزاف كيعجبني، ولكن زعما ما نقدرش نغني الطبيعة ديال صوتي ما نقدرش نغني الشعبي البور الشعبي. صعيب عليا لأن بحكم أنني أنا مدرسة شوية شرقية كلاسيكية مغربي كلاسيكي. ولكن يعني كاين أنواع ديال الأغاني اللي نقدر نغنيهم، يعني شعبي خفيف ظريف. بجوج في الحقيقة. في الخدمة تنخدم تما كتر، ولكن المغرب دايما عنده حلاوته حتى هو مع العائلة الصحاب. ما كنسخاوش به فاش كنجيو، يعني واحد شكل آخر. عاوتاني تما كاين ان مود دو في مختلف تماما و لايف ستايل في شكل. دونك بجوجهم كيعجبوني. كنتوحش الأجواء هنا كنجي كنتوحش عاوتاني تما كنرجع. مستقرة دابا تما صافي دي زاني. و نبغي ربما نقدر في المستقبل نرجع للمغرب إلا كان مثلا استقرار أسري ولا شي حاجة. ما عنديش مشكل نرجع للمغرب، مي بور لو مومون عاجبني الحال تما. ما عنديش مشكل زعما، ولكن ما يكونش بشكل مبالغ فيه. يعني ما عنديش مشكل نبارطاجي حياتي مع الناس اللي كيتبعوني وهذا، غير ما يكونش بشكل مبالغ فيه، ما يكونش متعدي الحدود أو الخطوط الحمراء كما تنقولوا. ما فيها حتى شي حاجة الواحد إلا بغى يشارك مع الناس زواجه خطوبته أو لا حتى حياته اليومية، غير في حدود المعقول وحويجات اللي يمكن تبارطاجيهم مع الناس عاوتاني باش تتبقى واحد البرايفسي في حياة الشخص، وما تيوليش باسل داخلين مع الناس في كل شيء. ما عنديش مشكل زعما الا كان من الوسط الفني، بالعكس انا يكون يمكن نتفاهموا اكثر انا وياه لان يكون ارتيست اكثر في عقله وهذا. مي الا ما كانش من الوسط الفني عادي. المهم هو يكون يعني انسان مزيان ومحترم وكيعرف بينه وبين الله اهم حاجه. لا كندوزو مع لا فامي بحال الناس كاملين. صراحة أنا والكوزينة ماشي صحاب، ولكن صحابنا والماكلة فقط. لا هاد المرة هادي غادي ندوزو في المغرب. غندوزو بيان سور مع العائلة، مع جداتي، مع بابا، مع الوالدة ديالتي مسافرة في العمرة، دونك ما غاديش للأسف ما غتكونش معنا هاد العام. دونك النص الأول ديال النهار مع لا فامي، والنص الثاني ديال النهار مع لي زامي. اقسموا. الا خرجت اغنيه في رمضان، هذا رمضان هذا خرجت اغنيه هي اون سيمين سميتها رمضان، اغنيه دينيه على رمضان، فيها شويه ديال الروحانيه والتخشع. اللي مازال ما سمعهاش يسمعها، كاينه في اليوتيوب، كاينه في لي بلاتفورم كاملين. وان شاء الله غتكون اغنيه قريب ان شاء الله في بدايه ديال الصيف مع أنس العراقي. دائما كلمات ولحن أنس العراقي. أغنية غادي تكون شعبية، وإن شاء الله كنفكروا دابا شنو غادي نديرو في الكليب وشنو بغينا نديرو شي حاجة اللي متميزة.
وغادي نبداو الخدمة عليها very soon إن شاء الله. بصح بزاف ديال الناس قالوا لي صوتك بان كتر في أغنية دينية، إحساس زوين هادي. هو أنا عمومًا كيجيو معايا الأغاني اللي هادئة فيها بيانو، جيتار، هادشي علاش عجبات الناس يعني بزاف. وما يمكنش الواحد دائما بيان سور يبقى يدير اغاني دينيه، ولكن فوق ما لقيت اغنيه اللي عجباتني واللي يعني فيها ميساج وفيها شي حاجه اللي زوينه، بيان سور علاش لا. مناسبه عندنا شهر رمضان وحتى خارج رمضان الواحد بالعكس شي حاجه اللي زوينه بزاف. راسي راسي هو اللي عاوني اصراري. بيان سور بابا وماما دائما كانوا كيساندوني كيشجعوني، يعني كيساندوني في هاد الموهبه اللي عندي، وبالعكس ما عندهمش مشكل انني نغني، وتيفرحوا بيا منين تنغني ولا تنشارك في شي برنامج. شحال هادي فاش كنت يعني في برامج الهوات، وفاش دابا كنطرح اعمال، يعني دائما مسانديني وواقفين معايا. مي زعما في الدومين يعني شخص اللي عاوني بيان سور كانوا اشخاص اللي يعني اطروني، وهذا لا في البرامج. من بعد البرامج كاين بزاف ديال الناس اللي يعني ساعدوني في بزاف ديال الحاجات، ولكن بيان سور تيبقى اصرار الشخص هو اللي هو الا ما كانش ما غاديش، واخا يكونوا ناس يعاونوك، واخا يكونوا ما عرف شنو، ما غاديش دير شي حاجه. كنقول لهم شكرا لكم، حيت ديما واقفين معايا في حياتي الشخصيه ولا في حياتي العمليه، والله يخليهم ليا ويطول ليا في عمرهم. هادشي اللي كاين. كنقول لهم تبعوني ان شاء الله تكون كتعجبكم اعمالي اللي كندير، وان شاء الله تعجبكم الاعمال الجايه. ورمضان كريم بصحه وسلامه، وعيد مبارك سعيد مقدم دافونس. هادشي اللي كاين. ميرسي. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد. لاله فاطمه.